طبعًا الدنيا قايمة ومش قاعدة على الترند الأخير طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي، حتى إخواتنا اللي هم صناع المحتوى اللي زي حالاتي مش قاعدين ولا ساكتين، وكله بيكتب لكم بوستات من اللي هي في التمام على أساس إنك تدخل وتلاقي في النهاية كلهم بيقولوا حاجة واحدة، توقعات وتكهنات وحاجات عامة، إن هو اتجوزها عشان المصلحة، إن هو لما تنجم ابتدت تنفسن، إن هم في أي خناقة حصلت بينهم. ما هو ليكوا حق تستغربوا لأن فعلًا موضوع غريب يا جماعة. ده لسه كانوا بيحتفلوا مع بعض أول امبارح بعيد ميلادها، ما فيش كام ساعة يروح يطلّقها، عجيبة شويتين. ما علينا، عايزين طبعًا متشوقين تعرفوا، تعالوا أقول لكم بُصّوا، بمنتهى البساطة السبب إن ما فيش نصيب، ما تستنى بقى أنت وهو ما تجريش وتعمل scroll عيب عليكم، ده إحنا جايين نتكلم كلمتين عاقلين. هل معرفة المعلومة بالنسبة لك أو بالنسبة لِك حاجة ليها قيمة؟ عدد الساعات اللي أنتم ضيّعتوها مثلًا بقى لكم كام يوم والّا بقى لكم يوم ونُص، ده إيه ده؟ ده يقضّي shift والّا shift ونُص مثلًا لأي مواطن، يعني أنت لو حسبتها دي يساوي فلوس. طَب أنت في العدد الساعات دي وصلت لك معلومة، استفدت، دماغك كبرت، طَب اتهديت، اتدلّيت، لكن باكلّمكم بمنتهى البساطة وبمنتهى الصدق اللي في الدنيا، أنتم مصريين زيي أنا باحبكم، فباقول لكم الموضوع بمنتهى البساطة، يا جماعة بلاش تسطّحوا دماغكم، بلاش تجروا ورا أي trend لإن أنتم صُناع الtrend مش اللي بيعملوا لكم، اللي بيعمل صناعة الترند بيرمي لك بس الكورة في ملعبك وأنت اللي بتشوط، أنت اللي بتخلّيه يجيب جون وما بيجيبش جون، أنت اللي بتقعد تشيّر، وأنت فرحان هتشيّر فضيحة إيه في إيه يا جدعان؟ يا جماعة اهدوا شويتين، واعرفوا إن وقتكم ليه التمن، واعرفوا إن الأداة اللي في قدامكم دي وفي إيديكم دي برضه يعني سلاح ذو حدين، ينفع تلاقي واحدة ربة يتامى هي دي اللي تعمل لها شير، طلعتهم رجالة وكبار ومحترمين، تلاقي واحد مثلًا عمل اختراع ومش عارف يوصّل صوته للمسؤولين يعمل له شير، خلّي شيرك عزيز، ما يبقاش شيرك كلّه في الفضايح، الحق أم فستان أزرق، الحق أم فستان أخضر، مش عارف مين شد مين، مين اتقفش في كمين إيه، يا جماعة عيب. زمان كان ممكن تلاقي جدتي وجدتك قاعدة مثلًا ما بتعرفش تكتب، لكن تجيب ابنها تقعّده جنبها عشان يقرا لها جورنال عشان تسمع عشان تثقّف نفسها، مش شرط تبقى متعلم، المهم تبقى مثقّف، وكُنّا إحنا طول عمرنا معروف عننا إن إحنا شعب مثقّف. ليه بنسطّح نفسينا بنفسينا؟ اللي اتطلّق اتطلّق واللي اتجوّز اتجوّز، هم ناس محترمة وخلاص وانفصلوا بهدوء ما قالوش أسباب، ليه إحنا بقى عندنا الفضول اللي يودينا للسطحية؟ اهدوا شوية على نفسكم وعليّا. واحد بقى يرجع يقول لي طب ما أنت كمان أهو صانع محتوى بتتكلم في الtrend، ماشي يا سيدي، أنا بني آدم عايز أكسب وعايز شهرة وعايز كل حاجة، بس برضه في نفس الوقت أنا نفسي أعمل حاجة خير تفيد واحد، لو واحد بس عن طريقي ضبط الطريق بتاعه أروح أقابل ربي وأنا قلبي مطمن، لأن أنا أول ما ابتديت الصفحة بتاعتي الناس قعدوا يقولوا لي إيه اللي أنت بتتكلم فيه؟ أنت بتتكلم في كلام القيم والكلام ده الناس مش عايزة كده، لا يا سيدي، أنا مكتفي بالمجموعة اللي معايا في الصفحة الله يبارك لي فيهم، ناس محترمين، خلاصة الخلاصة 140,000 واحد على الفرازة، ناس بتحب الخير وبتحب الصح، بتحب القيم والمبادئ، وجوانا كلنا الخير، بس مشكلتنا يا جماعة إن إحنا كنا جوهرة بتلمع واتحط عليها تراب على مرة على مرة على مرة، ففي النهاية بقى خلاص لمعانها مختفي. نضف، انفض من على دماغك كده التراب ده وارجع لأصلك، طيب المثقف المحترم اللي بيبتدي يفكر وما يضيعش وقته في الهجايص البلدي. وآسف طبعا لكل واحد دخل عن طريق البوستر بالخطأ وكان فاكر إن هو يدخل ياخد مني الإجابة السليمة لحل هذا اللغز العجيب بتاع الترند الرهيب. ربنا يصلح حالي وحالكم، عدي الأيام دي علينا على خير ويهديهم ويهدينا ويهدي كل اتنين متجوزين، تشغلوش بالكم. سلام عليكم، مسوا بالعافية.